السلام عليكم اخوتي المغاربه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذا الماتش اللي غندوي فيه على الماتش ديالنا الثاني برسم دور المجموعات دوري ابطال افريقيا ضد الخصم ديالنا منتخب كينيا صاحب الارض والجمهور. مهم قبل ما نبداو هذا الفيديو ديالنا بغيت منكم تخليو شي ابوني باش تعاونوني نطور هذه القناه اللي يلاه باديه، فخلي ابوني ديالك ولايك ديالك ويلا نبداو. المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الكيني برسم الجولة الثانية من دور المجموعات كأس أفريقيا للمحليين. الماتش اللي غيكون عندنا يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة في مدينة نيروبي. الماتش اللي غيكون هو الثاني لينا في دور المجموعات بينما غيكون هو الثالث عند كينيا، حيث ان كينيا لعبوا مباراتين قبل من الماتش ديالنا، وهاد المباراتين اللي هما كونتر كل من المنتخب الكونغولي في المباراة الأولى واللي انتصروا فيها بنتيجة هدف مقابل صفر، والمباراة الثانية اللي كانت كونتر أنغولا واللي تعادلوا فيها بنتيجة هدف مقابل هدف. بينما منتخبنا الوطني اللي لعب فقط مباراة واحدة كونتر أنغولا واللي قدرنا نساليوها لصالحنا بنتيجة هدفين مقابل صفر. هذا الديكالاج اللي كاين في مباريات المجموعة راه راجع للعدد ديال المنتخبات اللي كاينين داخل المجموعة واللي هو 5 منتخبات، وبالتالي فاش غيكون 4 ديال المنتخبات لاعبين فراه غيكون منتخب مريح. المهم على أي الترتيب ديال هذه المجموعة من بعد جميع المباريات اللي تلعبوا هو كالتالي: كينيا في المرتبة الأولى ب4 ديال النقاط من أصل مباراتين، المنتخب المغربي في المرتبة الثانية ب3 ديال النقاط من مباراة واحدة. في المرتبة الثالثة كاين منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 3 ديال النقاط من مباراتين اثنتين. أنغولا في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة من أصل 2 مباريات. أما في المرتبة الأخيرة كاين منتخب زامبيا برصيد 0 نقطة من أصل ماتش واحد. فالماتش ديالنا كونتر كينيا اللي خاص المنتخب بقيادة السيس كتيوي أنهم يديروا كل ما في جهدهم باش يخرجوا منتصرين في هذا الماتش هذا وناخذوا دوك 3 نقاط الثانية اللي تخلينا نتصدروا المجموعة، خصوصا ان الخصم ديالنا راه لاعب 2 ماتشات من قبل، والماتش اللي غيلعب ضدنا غيكون هو الثالث ليهم، على عكس حنا اللي الماتش اللي غيكون عندنا ضدهم غيكون فقط الثاني. داكشي اللي غيخلينا في حالة الانتصار نتصدروا بدون اي منازع ونقربوا اكثر من التأهل لدور الربع النهائي. ولكن هادشي اللي ما غيكونش بالسهل قدام خصم اللي لاعبين في البلاد ديالو وقدام الانصار ديالو، الشيء اللي حتى هما ما غيخليوهمش يرضوا بشي نتيجة سلبية، خصوصا من بعد التعادل ديالهم في اخر ماتش. داكشي اللي غيخليهم يقلبوا في الماتش على الانتصار باي ثمن، الحاجه اللي غتخلي الماتش يكون صعيب علينا، وبالخصوص ان اللاعبين ديالنا مازال ما واصلش لذاك الانسجام الكبير بيناتهم. زائد حتى المستوى ديال بعض اللاعبين ديالنا اللي قدموا في اخر ماتش ماشي مستوى كبير، فإلا قدموا نفس المستوى في هذا الماتش فراه الانتصار غيكون حاجه صعيبه بزاف اننا نحققوها. ولكن على العموم نتمناو الخير. بالنسبه لتاريخ المواجهات بيننا وبين منتخب كينيا فراه سبق لنا تلاقينا مره واحده من قبل، بحيث الانتصار كان من نصيبنا في ذاك الماتش بنتيجه عريضه اللي هي نتيجه 3 ديال الاهداف مقابل صفر. الماتش اللي كان سنه 2014 وبالضبط في مدينه مراكش. المهم كنتمنى من المدرب طارق السكسيوي انه يختار العناصر والخطه المناسبين اللي يقدروا يخلونا ننهيو المباراه بشي انتصار يخلينا نتصدروا هذه المجموعه هذه. وكنتمنى ايضا انه يتعلم من الاخطاء ديال اخر ماتش باش ما نطيحوش فيهم مره اخرى. فدابا اجي نتوقعوا التشكيله اللي يقدر او اللي كنتمنى من المدرب طارق السكسيوي انه يبدا بها، بحيث غنبداو بحراسه المرمى واللي غيكون تما هو حارس الرجاء البيضاوي مهدي الحرار. قلبي الدفاع كنفضل الثنائيه ديال الودني لاعب الجيش الملكي زايد عسال لاعب نهضه السبركان. بخصوص الاظهره فكنتمنى نشوف الثنائي الرجاوي بولكسوت وبالعامري عوض مفيد وبالعامري، خصوصا ان بولكسوت في مركز الظهير كيقدم مستوى جيد. في الوسط كنتوقع انه غادي يبدا بنفس العناصر، وإلا كان شي تغيير يقدر يكون هو ايوب خيري ولا صابر بوغرين عوض احد اللاعبين. لكن على العموم كنظن ان السكيتيوي غيبقى بنفس الرباعي ديال اخر ماتش اللي هو المهراوي لاعب مكناس، الباش وحريمه لاعب الجيش الملكي، والرياحي لاعب نهضه السبركان. اما بخصوص الثنائي الهجومي فكنظن ان المدرب غادي يشرك ثنائي جديد عوض ايت اورخان ومولوع، نظرا للمستوى اللي بين قوسين متوسط اللي بان به ايت اورخان ومولوع، وكنظن بلي الثنائي غيكون هو مهري والكعبي. فهذه هي التشكيله اللي كنتوقع ان المدرب طارق سكيتيوي غادي يبدا بها. فهذا غير توقع، يقدر السي طارق يحط لنا شي تشكيله مغايره تماما على هاد التشكيله اللي ذكرت انا. نتوما اخوتي شنو كيبان لكم في هاد التشكيله؟ واش كتفقوا معايا فيها ولا لا؟ الا كنتم ما كتفقوش معايا فيها فحتى نتوما تقدروا تحطوا لنا التشكيله اللي كتبان لكم انه المدرب غادي يبدا بها. فمهم ماتش المنتخب الوطني ضد المنتخب الكيني ماتش اللي خاص نساليوه بنتيجه الانتصار، الانتصار اللي غادي يحطنا في المرتبه الاولى وفي الصداره ديال المجموعه، الحاجه اللي غتقربنا اكثر من التاهل للدور القادم. نتوما شنو كيبان لكم في هذا الماتش؟ واش كتشوفوا اننا نقدروا نربحوا فيه ولا لا؟ وشنو هي النتيجه اللي كتوقعوا لهذا الماتش؟ كتبوا لي في التعاليق راني كنتسناكم تما. مهم حتى لهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، شكرا لكم على المشاهده. قبل ما نمشي بغيت منكم اللي مازال ما مشاركش يشارك دابا باش يساعد الشين انها تكبر وتوصل للناس اخرين. فيلا اخوتي دابا ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في ريسكم وديما مغرب.